اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده احنا مع فريق ار بيلدينجز واللي بينفذوا واحد من اضخم واقوى مشاريعهم على الاطلاق. كل تفصيله في المبنى ده عملاقه حرفيا، وهنا مش هنتفرج على اي مبنى، احنا هنشوف تحفه معماريه بتتبني من الصفر قدام عينينا. لكن قبل ما نبدا ما تنساش تشترك معانا في قناه خطه. اول حاجه الفريق ده بيعملها هي تجهيز الارض وتسويتها، وبعدها بيصبوا اساسات خرسانيه متينه عشان تكون اساس ثابت للبيت. بيثبتوا قواعد معدنيه بمسامير على طول الاساس كله، ودي هيتثبت فيها الجدران قدام. وراحوا الخشب الجدران وقطعوه بالمقاسات المطلوبه، وبناء الجدران معتمد على اعمده خشب راسيه كبيره بتكون متوزعه على كل قواعد المعدن اللي ركبوها، ومعاها الواح خشب افقيه ودي بتكون اصغر شويه في المقاس، وبيثبتوهم في بعض بمسدس المسامير. وكده ده هو اساس الجدران. ولما خلصوا جابوا ونش وبداوا يرفعوا الجدران، والجدار هيتشال كقطعه واحده، والطريقه دي اسرع وامن، وكمان بتضمن ان الجدار يركب مستقيم بنسبه 100% من غير اي ميل ولا فروق في المقاسات. وبعدها بيثبتوهم في الاساسات المعدن، وكرروا نفس الخطوات لحد ما خلصوا الجدران كلها وعملوا المنطقه اللي هيكون فيها الباب. بعدها بيجي دور السقف. الترسات او الجمالونات وصلت الموقع، والقطعه الصغيره اللي متثبته فيهم دي اسمها تراس كونكتور بليت. شكلها بسيط لكن دورها ضخم جدا في عالم البناء. الفكره اننا بنستخدمها عشان نربط قطع الخشب الضخمه ببعض بشكل فائق القوه، وده بيتم باستخدام ضغط هيدروليكي عالي جدا. واللوح ده معمول من معدن شديد الصلابه، وكل سن من الاسنان الصغيره دي بيتغرس جوه الخشب، والنتيجه انه بيثبته بطريقه اقوى بمراحل من اي مسامير. والميزه العبقريه هنا ان اللوح بيوزع الحمل بالتساوي على كل قطعه خشب، وده بيخلي الهيكل ثابت وامن حتى مع الاوزان الكبيره او العوامل الجويه القاسيه. وعشان كده اللوح ده يعتبر من اهم الابتكارات اللي غيرت طريقه البناء الحديثه بالكامل، لانه اختصر وقت كبير جدا في تركيب الهياكل وضمن جوده وقوه ما كانتش موجوده قبل كده. والفريق بدا يرفع جمالونات السقف الضخمه. اول جمالون دايما بيكون اصعب حاجه لان الهواء كان شديد جدا النهارده، واي غلطه صغيره ممكن تخلي الجمالون يتحرك. رفعوه واحده واحده ببطء وثبتوه مكانه، وربطوه بسلاسل مؤقته عشان ما يتهزش ولا يتحرك. ولما اتاكدوا انه ثابت كويس بداوا يرفعوا التاني والتالت والرابع لحد ما اول صف كامل اتثبت، وثبتوا فوقهم الواح خشب بطول السقف كله. ولما خلصوا الجمالونات بدأوا تركيب ألواح التغطية الخشبية للسقف. أول صف دايما بيكون صعب في تركيبه لأن مفيش حاجة تمشي عليها، فلازم كل خطوة تبقى محسوبة كويس جدا. وكانوا بيركبوا الألواح واحد ورا التاني ويتأكدوا إن المسافات مظبوطة، وساووا الأطراف بمنشار صينية بيمشي على تراك عشان القطع يكون في خط مستقيم. واستخدموا تيب عازل للمية وغطوا بيه كل الفواصل اللي بين الألواح وبعضها. والميزة هنا إن التيب ده بيخلي السقف مقاوم للمية والهواء، يعني مفيش أي تسريب في المستقبل لو الدنيا مطرت. وبعدها عملوا الفريمات الخشب بتاع الشبابيك وقطعوا مكانهم في الجدران بدقة وثبتوهم في مكانهم. جاب ألواح خشب التغطية تاني، بدأ تركيبها في الجدران من تحت الأول وبعدين يركب اللي فوقهم، وبعدين كمل باقي الحيطان. وأهم حاجة عنده إنه يسيب فاصل صغير بين الألواح وبعضها عشان عوامل التمدد والانكماش للخشب. وفي الآخر جاب التيب العازل للمية وقفل بيه كل الفواصل دي لحد ما خلص كله. والنهارده كان يوم مهم جدا في المشروع لانهم استلموا اول دفعه من الواح السقف المعدنيه، والالواح دي مطليه بطبقه حمايه عشان تتحمل عوامل الجو وتحمي المبنى من الصدى. كل لوح معمول بمقاسات دقيقه على حسب ابعاد السقف، وده بيضمن ان التركيب بيكون بدون فراغات او تقطيع كتير. بداوا عمليه تركيب الالواح المعدنيه، كل لوح بيتحط بيتداخل مع اللوح اللي جنبه عشان يمنع تسريب الميه، وثبتوهم بمسامير في السقف كمان. ونزلوا عشان يشتغلوا على الارضيه، بداوا يصبوا خرسانه على الارض كلها وفردوها وبعدين سووها ببعض. ودلوقتي هيبدا في تركيب الاحجار الصناعيه في الجدران الخارجيه. اول حاجه ركب زاويه في الجدار من تحت عشان يساعد في تثبيت الاحجار. بعد كده هيبدا يرص الاحجار واحده واحده. ركبوا الصف الاول بدقه وتاكدوا انه راكب باستقامه لان اي ميل في الصف الاول بيأثر على كل اللي فوقه. وفي النهايه ركبوا 4 صفوف من الحجر باجمالي ارتفاع 82 سم، وبعدين ركبوا الكابل العلوي اللي بيغطي الجزء النهائي. وفي نهايه اليوم كان الجزء ده من الجدار خلص بالكامل بالحجر هو وارضيه البيت الخرسانه. واليوم اللي بعده استكملوا تركيب السقف، وفي الجزء العلوي ركبوا مظله من الصاج، ودي مهمتها انها توجه ميه المطر على جوانب السقف. وفي مبنى كبير زي ده لازم يحافظوا على درجه الحراره ثابته، فبيرش عزل من الفوم على كل الجدران والاسقف. وعزل الفوم هو عباره عن ماده سايله بتترش على الجدران والاسقف، والفوم ده بيتفاعل مع الهواء وبيتنفخ وبيشكل طبقه عازله بتغطي السقف اللي اترشت عليه كله من غير ما تسيب اي فواصل او فراغات. ومن مميزات عزل الفوم
ان هو بيوفر عزل حراري ممتاز سواء في الصيف او الشتاء. يعني في الصيف الفوم بيمنع دخول الحراره، وفي الشتاء بيحافظ على الحراره جوه البيت. والفوم بيشكل طبقه عازله للميه، وبالتالي بيحمي المباني من تسريب الميه اللي ممكن يسبب لها ضرر على المدى البعيد زي الرطوبه مثلا. والميزه الكبيره في الفوم هي انه بيغطي كل تفاصيل السطح، حتى الاماكن الصعبه زي الزوايا، يعني مفيش حاجه هتعدي منه. وفي حاجه لازم ناخد بالنا منها، العزل بالفوم بيحتاج لشخص متخصص مع ادوات احترافيه عشان نضمن الجوده والنتيجه الجيده. لازم تتاكد كمان من ان السطح نظيف وجاف قبل الرش، لان ده بيأثر على قوه العزل بعدين. وهم مستنيين الفوم ينشف طلعوا بره وركبوا شبكه على الجدران، ودي هيركبوا تجاليد الخشب فوقها، وده مهم عشان يحمي الجدران من الرطوبة. وبعدها ركبوا التجاليد وثبتوهم جنب بعض لحد ما خلصوا الجدران كلها، وشكلها في الآخر كان نظيف من غير أي مسامير ظاهرة. وقرروا يقطعوا فتحة الباب في الجراج وثبتوا الباب في مكانه وتأكدوا إن هو راكب كويس. وبعدها ركبوا البرور في الناحية اللي بره من الباب وكملوا رص الحجر حوالين الباب. ولما خلصوا طلعوا للسقف عشان يركبوا فيه مجرى يتجمع فيه مية المطر. ولأن الجو كان برد جدا فقرروا إنهم يقفلوا الأبواب عشان الجو يكون أدفى شوية. عملوا باب مؤقت من الخشب واستخدموا بلاستيك سميك 6 مللي، وعملوا طبقة من البلاستيك من بره وطبقة من جوه عشان يعملوا عازل هوائي بسيط. وبعدين ركبوا الباب في مكانه. بعد كده هيبدأوا في الشغل الداخلي. أول حاجة لازم يعملوها هي تنظيف الأماكن اللي الفوم ممكن يكون زاد فيها، والهدف هنا هي انهم يضمنوا ان الفريم اللي هيركبوه بعد كده يكون متركب كويس. وبالنسبه لفريمات الجدران، ولان الخشب اللي هيستخدموه في الاجزاء السفليه هيكون قريب من الخرسانه، فهيلزقوا عليه من التيب العازل عشان يمنعوا اي تلامس بين الخشب وبين الخرسانه. وركبوا الفريمات على الجدران وفتحوا اماكن الابواب والشبابيك وقفلوا المنطقه اللي حواليهم بالخشب كويس جدا. ودلوقتي هيبدأوا يحددوا أماكن الحوائط الداخلية، بس مش كلها مرة واحدة، هيركبوا بس الحوائط اللي محتاجينها دلوقتي عشان يعرفوا بالظبط حدود السقف فين. بعدها يكملوا باقي الحيطان. بدأوا يعملوا فريم أول جدار وجابوا ميزان الليزر عشان يحددوا مكان الجدار هيكون فين. ركبوا عازل من فايبر جلاس بطول الجدار اللي بين الجراج والبيت. والفايبر جلاس او الالياف الزجاجيه هي ماده عزل مصنوعه من خيوط زجاجيه رفيعه جدا متجمعه مع بعض عشان تكون طبقات ناعمه وخفيفه. طب ليه الفايبر جلاس تحديدا؟ من اهم مميزاته هي الكفاءه العاليه في العزل الحراري، وبيقلل انتقال الحراره بشكل كبير جدا، يعني بيت ادفى في الشتاء وابرد في الصيف. ولو عندك دوشه بره البيت فالفايبر جلاس هيخلي جوه البيت هادي ومريح، وبيجي في شكل رول او الواح جاهزه، وده بيسهل تركيبه جدا في الاسقف والجدران. وكمان غير قابل للاشتعال، وده بيدي طبقه امان اضافيه للبيت. مقارنه بمواد العزل التانيه، الفايبر جلاس بيجمع بين السعر المناسب والكفاءه العاليه. ويلا نكمل نشوف المرحله اللي بعد كده. الجدار اللي قدامنا ده مكان الباب فيه كان غلط، فقطعوا ونقلوا لجوه كام سنتي وثبتوا مكانه تاني وركبوا جدار الغرفه الاخير. اما غرفه الخدمات فهيركب فيها لوحه الكهرباء وانابيب سخان الميه، فغطوا الحيطه من دلوقتي بخشب 3/4 بوصه عشان يكون جاهز لبعد كده. وبداوا يرفعوا كمرات الخشب فوق الجدران، وجابوا كمرات خشب على شكل حرف اي وبداوا يرفعوها فوق الجدران، واستخدموا ميزان الليزر عشان يظبطوا مكانهم بدقه ويثبتوهم في مكانهم وهم بيحطوا الكمرات، لانه هيكون في دور تاني فوق الدور الارضي ده. وكملوا لحد ما خلصوا كل الجدران ورصوا فوقهم الكمرات كلها، وقفلوا حوالين فتحة السلم بألواح خشب عشان يسدوا الفراغات اللي بين كل كاميرا والتانية. ودلوقتي طلعوا للدور التاني عشان يعملوا الأرضية. نقلوا الألواح لفوق وبدأوا يثبتوا أول لوح بمسدس المسامير، وجاب نوع مختلف من الغيرة عبارة عن أنابيب عاملة شبه الفوم، وحط منه تحت كل لوح قبل تثبيته. وكل حاجة كانت ماشية مظبوط، والدنيا فوق كانت مظلمة شوية، لكن لما يركبوا الشبابيك المكان هينور جامد عن الأول. استخدموا قطع صغيرة من الكاميرات كبلوكات دعم وركبوها في الوصلة بين منطقتين من الكاميرات، والبلوكات دي هتخلي الوصلة صلبة وثابتة. كان بيحط اللوح في مكانه وبعدين يجيب قطعة خشب ويحطها على طرف اللوح ويدق عليها بالمطرقة عشان اللوح يدخل في مكانه أكتر. كملوا تركيب الألواح على الأرضية وكله كان ماشي تمام، لأن الألواح كانت مظبوطة وما فيهاش تعويج كتير. وكانوا بيستخدموا مسامير تعتبر خليط بين المسمار العادي والمسمار البورما، وهو شكله غريب شوية لكنه فعال جدا. ولو استخدموا المسامير دي صح مش هيحتاجوا الغيرة أو أي حاجة تانية للتثبيت، والأرضية مش هتطلع أصوات في المستقبل لما حد يمشي عليها. لكن هم استخدموا الغيرة كمان لضمان أعلى جودة وقوة. وبدأ يقطع الألواح، وهو استخدم منشار الصينية اللي على تراك لأنه بيديله قطعية نظيفة وطرف مستقيم للوح اللي بعده. وبعدين نزل الدور الأرضي وبدأ يركب قطع خشب بين الأعمدة بتاع الحيطان عشان يديها قوة إضافية ويعدل أي تقوس في الأعمدة. وبعد ما خلصوا تركيب الأرضية هيبدأوا تركيب سقف الدور العلوي، لأن ما ينفعش يبنوا الحوائط غير لما يكون في سقف يتثبت فيه الجدران. والمشكلة إن الجمالونات متوزعة على مسافات كبيرة بين بعضهم،
وده طبعا مش مناسب لتركيب الجبسون بورد او اي تشطيب سقف، لانه محتاج المسافات بينهم تكون اقرب، واللي هيعملوه انهم هيركبوا عوارض خشبيه اصغر بين كل جمالون والتاني عشان يقربوا المسافه بينهم. بدأوا يثبتوا الحوامل المعدنيه اللي هتشيل العوارض الخشبيه، ورصوا العوارض كل واحده في الحامل بتاعها لحد ما رصوهم كلهم. وكان مهم جدا ان كل العوارض اللي بيركبوها تكون متعامده تماما مع الجمالونات الرئيسيه عشان الجبسون بورد يركب بشكل مستقيم عليها وما يكونش فيه فراغات بين اللوح واللي جنبه. وبعد ما خلصوا السقف بدأ يبان شكله عامل ازاي، واكتر حاجه عجباني شخصيا ان الشغل ماشي بسرعه جدا. وجاب خشب وفرده على الارض عشان يوضح تقسيمه الغرف والجدران قبل ما يبتدي يبنيها فعليا، وده بيساعد انه يشوف الموضوع بعينيه مش بس على الورق. وابتدوا الشغل على الجدران، بس لان السقف مايل فما ينفعش يبنوا الجدران بالكامل ويرفعوها مره واحده زي ما عملوا في الدور الاول، فابتدى يركب خشب بالعرض على السقف عشان يثبت فيها الجدار من فوق. وقعدوا يجمعوا فريمات الجدران مع بعضها، وحتى الابواب ما اكتفاش ان هو يظبط مكانها بس، ده كان بيستخدم ميزان الليزر عشان يتاكد انها مظبوطه بالملي. وركبوا عتب خشب فوق اماكن الابواب، وكان دايما مهتم ان هو يحل اي مشكله اول باول بدل ما المشكله تكبر بعدين. واخيرا هيركب الشبابيك للبيت. جاب الراوتر وابتدى يفتح مكان الشباك بدقة. صاحبه كان جوه بيساعده يحدد المكان، وهو بيفتح مكانه من بره على قد الشباك بالظبط. وبعدين بدأ يجهز الفتحة عشان العزل. جاب التيب العازل اللي استخدمه في كل حاجة حرفيا، وفرد سيليكون على فريم الشباك كله، وطلع الشباك من الكرتونة بتاعته وركب أول شباك في مكانه. وقبل ما يثبت أي حاجة جاب ميزان المية وتأكد إن الشباك موزون كويس، وعمل فيه كام تعديلة بسيطة وبعدين ثبته في مكانه. وجاب التيب وقفل بيه حوالين الشباك كله. وكان في شباك مقاس الفتحة بتاعته أكبر من مقاس الشباك، فكان محتاج يصغرها. عمل عتبة في الشباك من تحت وعالج الفرق اللي فاضي بالفوم، وبعد ما الفوم يتجمد هيكمل طبقة تانية فوقه. ركب العزل وثبت الشباك كويس، وبصراحة شغله نظيف جدا. واستعمل رفع عشان يعرف يشتغل على شبابيك الدور التاني، وركب الشباك بنجاح وكمل تركيب الباقيين. ولما الشبابيك ركبت المنظر بقى مختلف جدا، والبيت بقى منور والهواء بدأ يدخل لجوه المكان. والمشروع لسه مخلصش، في تفاصيل كتير لسه هتتعمل قدام. ودلوقتي هيشتغلوا على واحدة من أهم المراحل في البيت ده، اللي هو السلم. المكان اللي قدامنا ده هو اللي هيبقى فيه السلم، والسلم هيكون عبارة عن قلبة وبعدين صدفة وبعدين قلبة تانية تكمل للدور التاني، يعني لفة 180 درجة. والصدفة دي معمولة عشان تريح فيها وانت طالع السلم، وكمان عشان تدي مساحة دوران للسلم لو هيغير اتجاهه. وكان عايز السلم يكون واسع وسهل في الحركة، خصوصا لو بينقل عفش. والجميل ان المكان مفتوح من فوق، فلو حبيت تطلع حاجة كبيرة فانت عندك مساحة. اول حاجة عملها انه حدد منتصف الارتفاع عشان يوزع الدرج فوق وتحت بالتساوي، واشتغل على تحديد كل القياسات باستخدام المتر وميزان الليزر. اول حاجة ابتدى يعمل الصدفة باستخدام الكاميرات الخشب، وهو دايما بيتأكد ان كل حاجة موزونة كويس بميزان الليزر قبل ما يعمل اي حاجة. ولما ثبت الكاميرات في مكانها بدأ يقفل فوقها بنفس الألواح اللي استعملها في الدور التاني. وبعدين جه دور القطعة اللي بيركب عليها الدرج، قسم أماكن الدرج عليها وقطعهم بمنتهى الدقة باستخدام منشار اسطواني ضخم جدا وشكله مرعب. وفي المرة الواحدة قطع 4 منهم، واستخدم الأركت وعمل سن في كل جنب من فوق. وكان مركب قطعة خشب سفلية على الجدار قبل الدور التاني عشان السن اللي عمله يكون ساند عليها، ودي هتزود ثباته بدرجة كبيرة. وركب خشب درج السلم، وعمل هاندريل واصل من الأرض للدور التاني، وعمل القلبة الأولى اللي بتوصل بين الدور الأرضي والصدفة بنفس الطريقة اللي فوق. وفي الآخر السلم طلع مظبوط ومتين، بيخلي التنقل بين الدورين سهل وآمن. وده السلم لما خلص، وشكله ممتاز جدا الصراحة. واللي عجبني شخصيا إن هو فاهم جدا هو بيعمل إيه. وفي تركيب الباب فرد طبقة سيليكون على العتبة، وبعدين ركبه في مكانه ودخل جوه ودق قطع خشب في جوانب الباب عشان يعالج الفرق في المقاسات ويظبط ميزانه. وثبته في مكانه لما اتاكد ان هو موزون كويس. واستخدم هنا نوع تيب مختلف للعزل غير اللي استخدمه في باقي البيت. وبالمقارنه بين التيب القديم والجديد واضح قد ايه النوع الجديد كان اسهل وانضف في التنفيذ خاصه في الزوايا. وقرر يعمل السقف المعلق. استخدم ميزان الليزر كالعاده وحدد الارتفاع بدقه، وثبت قطع خشب على الجدران بحيث تكون نهايتها على الليزر، وركب ألواح خشب بالعرض بين الجدارين وكانت على خط الليزر بالظبط. وكان حريص يخلي الارتفاع بتاعها أقرب حاجة ممكنة للسقف، ودعمها من النص بخشب واصل للسقف. صاحبه كان شغال اليومين اللي فاتوا على آخر جزء في الهيكل الخشبي، تحديدا في السقف الكبير بتاع الغرفة الرئيسية. والجو بره كان مطر وتلج، فقرروا يكملوا شغل جوه. راحوا يشتغلوا على الحيطة اللي بتفصل بين الجراج والبيت. ركبوا أول 3 ألواح كاملين، واللوح اللي بعده كان محتاج مقاسه يتعدل، فصاحبه قطعه المقاس المطلوب وهو ثبته في مكانه. وكملوا لحد ما غطوا جزء كبير من الجدران. طلع بره عشان يبدأ في التشطيب الخارجي، وكان متخيل إن الجو هيكون أدفى شوية، لكن الدنيا كانت تلج حرفيا. بس برضه هيكمل الشغل عادي جدا. أول حاجة عملها
طلع هو وصاحبه بالرفعه وبداوا يشتغلوا على تفصيله كانوا مأجلينها، الترم اللي بيربط الواح الساق في السقف. حاجه كده شكلها بسيط بس لو اتعملت غلط الهواء ممكن يخلع السقف من مكانه، فركبه كويس وعمل فيه اخرام بالشنيور وثبته ببراشيم. وكل ده ولسه بدأش في شغل الفرندا الخارجيه وهي اللي هتدي للبيت روح. عملوا خطوط مستقيمه على الارض والهدف منها تحديد اماكن الاعمده بالظبط عشان لما يركبوا السقف يبقى ماشي زي المسطره. ابتدوا الشغل على القواعد اللي هيركبوا فيها الاعمده، والقواعد دي معموله من الحديد وجاهزه تستحمل الاوزان التقيله. رشوها باللون الاسود عشان تبقى لايقه اكتر مع شكل الحيطان والديكور. بعد كده مسك الشنيور وبدأ يحفر لهم في الخرسانه، وصندوق الشنيور اتملى تراب من الخرسانه وفضاه من التراب وكمل، وبيثبت كل واحده في مكانها باستخدام مسمار ضخم. ركبوا القواعد كلها حوالين المكان وطلعوا ميزان الليزر وابتدوا يظبطوا الارتفاعات عشان كل عمود يركب في نفس المستوى بالظبط. والارض ما كانتش مستويه فلازم كل عمود يتقطع على حسب مكانه عشان السقف كله يبقى على مستوى واحد بالملي. رجعوا الورشه وهيقطعوا الاعمده على المقاسات اللي رفعوها. جاب المنشار الكهرباء اللي بيشتغل بسلسله وبدا يفرغ جزء في العمود من فوق عشان يعرف يركب عليه الخشب اللي هيشيل السقف، وده هيخليه ثابت وآمن أكتر. ركبوا العواميد في مكانها وباقي بس أساسات السقف. ولما جم يركبوا العارضة الكبيرة اللي هتشيل السقف كله كان عايز يعرف هل في خشب ورا الألواح اللي مغطية المبنى ولا لأ، فقطع مستطيل في اللوح الخارجي وشال العزل اللي وراه وبص ولقى ان مفيش حاجه العارضه تمسك فيها، فضاف دعامه خشب ورا عشان المسامير تمسك فيها كويس. ولما خلص رجع كل حاجه مكانها تاني وثبت حامل معدن في الحيطه وركب فيه العارضه الضخمه. والونش وصل وبداوا يرفعوا جمالونات السقف وركبوهم في مكانهم، والمسافه بين كل واحده والتانيه كانت نص متر. وركبوا عروق خشب عليهم بالعرض وغطوا السقف من فوق بنفس الالواح اللي استخدموها في الجدران. وكملوا تركيب الأعمدة في مكانها وعملوا أساسات للسقف وركبوا العوارض هنا بشكل مختلف، كانت جاية بميل من أول الجدار لحد أساسات السقف. ركب اللوح الخشب الخارجي اللي بيلف حوالين السقف من فوق، ولما وصل للزوايا المايلة عمل شوية حسابات عشان يظبط الزوايا والميل بتاعها وبدأ يقطع اللوح والقطعية طلعت مظبوطة جدا. وبعدين ركبه في مكانه، والموقع كان فيه شوية تحديات بسبب المطر والتلج وده صعب حركة المعدات خصوصا الرفعة الكهربائية، فاضطروا يكملوا شغل كتير يدوي. بس بالرغم من كده الشغل مش تمام وغطوا الجزء اللي باقي من السقف لحد ما خلص كله. وده شكل البيت بعد ما السقف خلص وشكله تحفة الصراحة. وكان عايز يعمل تندة صغيرة قدام البيت تحديدا قدام الباب الرئيسي، وهتدي شكل حلو جدا للمكان وهتخلي المدخل شكله شيك. والباب الجديد لسه ما وصلش لحد دلوقتي، فابتدى يحدد اماكن الاعمده. ولما بدأ يحفر فاجئوا الحديد اللي ظهر في الارض، لكنه استخدم دريل اكبر عشان يعرف يتعامل مع الحديد ويكمل الشغل. قطع الأعمدة وثبتهم في مكانهم، وبعدها بدأ في تثبيت الهيكل الخشبي بشكل مايل زي السقف اللي فات وغطاه بألواح الخشب، وكده يبقى التندة دي خلصت. بدأ يجهز الخشب عشان البرور بتاع الباب. عمل الفريم جوه الأول ودعمه بخشب بمقاس أصغر وطلع بره وركبه في مكانه وتأكد إن مقاساته مظبوطة كويس. وهيكمل تركيب الأحجار على الحيطة. حدد المسافات بدقة شديدة عشان كل حاجة تبقى مظبوطة. رصوا الأحجار جنب بعضها وكان بيعمل حساب للحاجات اللي راكبة في الحيطة وبيفرغ أماكنها الأول. وجاب خواشة وفتح بيها مكان على قد الحنفية بالظبط. وركبوا البرور بتاع الشبابيك وسط ما هم شغالين، وبدأوا يركبوا الحجر حوالين الشبابيك، وكان لازم يحددوا مكانه باستخدام الليزر عشان يضمنوا ان كل قطعة متساوية مع التانية. وبالفعل ظبطوا كل حاجة تمام وتأكدوا ان كل حاجة في مكانها المظبوط. ودلوقتي هيبدأوا يجهزوا المكان للجبس. استخدم ميزان الليزر عشان يحددوا الأماكن اللي هيثبتوا فيها الفريم الخشب اللي هيركب فيه الجبسون بورد بعد كده، وده هيغطي كل المواسير والأسلاك المتوزعة على السقف. بعد كده ركبوا عمود داعم للدور التاني لأنه كان فيه منطقة كبيرة متسابة من غير أي أعمدة تحتها، وبره البيت كان ألواح الجبس وصلت واستعملوا الونش في نقلها. وكان قدامهم شوية شغل خاص بالواجهة الخارجية لسه مخلصش. كملوا تركيب التجاليد الخارجية على الجدران، وكانت الألواح دي جاهزة بمادة معزولة ضد الطقس. وركبوا أعمدة خشب صغيرة على الفواصل اللي بين كل لوح واللي جنبه عشان تداري الفواصل والشكل يبقى أحسن. وركبوا زوايا خشب في كورنرات البيت عشان الشكل يكمل. وبدأوا يركبوا العزل في الأسقف كويس جدا عشان يجهزوها للجبسون بورد. وركبوا ألواح الجبس على الأسقف وشوية من الجدران، وكان في فتحة في الحيطة معدي منها سلك فجاب سبراي فوم وسدها. أما سقف الدور التاني مش بيعملوه من الجبسون بورد، السقف ده هيكون من خشب OSB، وده بيتكون من شرايح خشب مضغوطة مع غيرها، والسقف معزول بالكامل. ده معناه انه مش هيتأثر بالتغيرات في درجة الحرارة زي السقف العادي. وكملوا تركيب الألواح وماشيين مع السقف لغاية ما يوصلوا لآخره، وهدفهم الأساسي إن الألواح كلها تكون مظبوطة. ودلوقتي هيشتغلوا على تشطيب السقف الخارجي. ركبوا زوايا حديد في السقف من تحت، وجاب زاوية وقطع فيها حتتين مثلثين عشان يقدر يتنيها بزاوية قايمة وثبتها في مكانها. وقطع أول لوح وركبه،
طب هو ليه ما ركبش اللوح ده كله؟ يعني ليه قطعه وهو قدامه مساحة كبيرة فاضية يقدر يركب فيها اللوح كامل؟ كان في فرق في السقف حوالي 2 سنتيمتر، فهو عمل كده عشان يظبط الفرق ده بحيث لما يوصلوا للزاوية يطلع كله مستقيم ومظبوط. والماسورة الضخمة بتاعت شفاط المطبخ عدوها من فوق السقف المعدن، والشكل كده بقى أنضف بكتير. وفي الآخر خلصوا السقف كله والشكل طلع نظيف ودقيق جدا. وركبوا تجاليد خشب في السقف من تحت وكمان في جوانب السقف، وبعدها الحلية المعدنية اللي حوالين السقف. والخطوة دي مهمة لأنها هي اللي هتسمح بتركيب الصاج المعدني بعد كده، وبيستخدموا في تثبيتهم مسامير قوية ضد الصدى. والزاوية قعد يعمل فيها وقت كتير جدا عشان يقدر يخليهم مقفولين على بعض كويس، والشغل في الجو ده بقى مستحيل. فدخلوا جوه البيت والحيطان كلها اتغطت بالجبسون بورد، والحمامات متغطية بألواح مقاومة للرطوبة، والبيت بقى شكله أنضف بكتير من الأول. ونرجع تاني للواجهة الخارجية. جاب ألواح الصاج اللي هتغطي السقف ودخلها في جهاز بيقص طرف اللوح بحيث يخلي الألواح تقفل في بعض بشكل محكم وما يسمحش للمطر أو الهواء يعدي منها. وطلع عشان يركبهم، ولما يوصلوا لقمة السقف لازم يعملوا قطع مايل في اللوح المعدني عشان يركب مظبوط مع ميل السقف. هنا بقى استخدام الأدوات المتخصصة بيفرق جدا. الآلة دي بتوفر وقت ومجهود مقارنة بالمقص اليدوي، والقطع فيها بيطلع مظبوط ونضيف كل مرة ومن غير مجهود تقريبا. وبعد ما قربوا لقمة السقف كان لازم يتأكدوا إن الأضلاع اللي في الجنب ده جاية على نفس استقامة الجنب التاني، عشان كده ثبتوا طبقة العزل وشدوا خيط بودرة على خط الميل بينهم وقصوا أول لوح كامل وباقي الألواح مشيت عليه. ولما جه وقت التركيب كان الموضوع أسهل بكتير، ومن هنا بدأوا يركبوا الألواح واحدة ورا التانية، كل لوح بيتركب بالميل المظبوط من الناحيتين. بعد كده بيجي دور تيب العزل الدبل فيس، وده بيتحط تحت القطع عشان يعمل عزل كامل ضد المية، عشان ما يكونش فيه أي فراغ يسمح للمية إنها تدخل. وبيركب فوقه شرايح صاج صغيرة وبتتربط بالمسامير من فوق التيب مباشرة، وده بيضمن إن المطرة مهما كانت كتيرة مش هتعرف تخترق السقف. وبعدين بيركب فوقها زاوية معدن ما بين الجدار وما بين الصاج. والجزء الأخير بيكون تركيب الكاب، وهو الغطا اللي بيقفل قمة السقف كلها عشان يحميها من المطرة. وكملوا باقي السقف بنفس الخطوات. واللي بيميز الشغل هنا إن مفيش أي مسامير ظاهرة في ألواح السقف نفسها، كل التثبيت بيكون مخفي، وده معناه إن عمر السقف أطول ومش معرض للتسريب. وده الشكل النهائي للسقف، وشكله تحفة جدا الصراحة. وركبوا في الجراج سقف معدني أبيض شكله أنيق وعملي جدا. دلوقتي جه دور تركيب المطبخ. أول تحدي قابلهم إن الأرضية مش متساوية بنسبة 100%، والحيطان محتاجة شوية شغل، وأي غلط صغير في أول وحدة ممكن يبوظ الشكل كله. وبدأوا في تركيب الوحدات، والموضوع خد مجهود وتجارب كتير. بعد كده استخدموا ميزان ليزر جديد عشان يتأكدوا إن كل حاجة في مستوى واحد. كملوا تركيب في الوحدات لحد ما وصلوا للركن، وبعدها العملية بقت أسهل. لكن التحدي الأكبر كان في الأيلاند اللي مقاسها 1.5 متر في 5 متر. هنا احتاجوا يعملوا حيطة خشب صغيرة للتدعيم، وكمان يظبطوا مواسير السباكة عشان تخرج في مكانها المظبوط تحت وحدة الحوض. كانوا محتاجين يقصروا المواسير ويظبطوها بدقة عشان تعدي بشكل نظيف جوه الوحدة من غير ما تبان. وبعد ما خلصوا تركيب كل الوحدات جه وقت اللحظة الحساسة، وهي تركيب حوض نحاس كبير. والجزء ده كان صعب جدا لأنهم لازم يقطعوا في الوحدة عشان يركبوا الحوض، وأي غلطة في القطع ولو صغيرة هتفضل باينة بعد كده. لكن بخطوات محسوبة وبهدوء قدروا يقطعوا الحتة اللي هيركب فيها، وركب في مكانه زي الفل. وركبوا تجاليد خشب في كام منطقة كانت باينة، وفي الآخر المطبخ كله بقى راكب، والايلاند خلصت والحوض في مكانه. ودلوقتي هيركبوا كاونتر توب، واختاروا رخام لونه اسود وفيه عروق رمادي. والفريق جه وجهز اول قطعه وركبوها في مكانها بنجاح. والقطعه اللي كان فيها فتحه الحوض دخلوها بمنتهى السلاسه ومن غير اي خدش، وثبتوها في مكانها بامان، وحطوا كله بين كل قطعه والتانيه. وبعدين جابوا جهاز بيثبتوه في القطعتين كويس، والجهاز ده بيشتغل وبيقرب المسافه اللي بينهم، يعني حرفيا بيلزقهم في بعض. راحوا يركبوا الهاند ريل او الترابزين. اول حاجه بداوا بيها انهم قصوا اول جزء من الترابزين، واستخدموا اسياخ حديد المسافه بينهم 10 سم من المركز للمركز، والاسياخ ديت بتركب مضغوطه جوه الفتحات. بعد كده جابوا اللوح العلوي وركبوه فوق الحديد وثبتوه بمسامير مخفيه مع غيره خشب عشان يضمنوا ان الترابزين يبقى ثابت ومتين. والخشب اللي استخدموه هو خشب ارز، وكان مليان عقد في اماكن كتير، عشان كده كانوا دايما بيختاروا اماكن الحديد بحيث ما تجيش فوق عقده كبيره وتبقى ضعيفه. والترابزين كان طويل جدا اكتر من 10 متر، فكان لازم يوصلوا الالواح مع بعض. استخدموا وصلات خشب صغيره مع الغيره والمسامير المخفيه، وبعد ما خلصوا سابوها تنشف 24 ساعه كامله. وبعد
وبعدها عملوا اختبار قوة وحاولوا يكسروا الوصلة بإيديهم وما قدروش، وده بيأكد إن الغيرة والوصلات الخشب الصغيرة طلع أقوى من المتوقع بكتير. بعد كده جابوا جهاز ميزان الليزر وحطوه على زاوية الترابزين وطلع مستقيم بنسبة 100%، ودي نتيجة مبهرة جدا. وركبوا قطعة تجليد أمامية عشان تدي شكل ديكوري وتغطي الأطراف، وبعد ما خلصوا التركيب صنفروها كويس جدا واستخدموا الراوتر وخلوا بيه الحواف دائرية، وشكله في الآخر بقى أحسن كتير الصراحة. رجع للسلالم اللي عملهم في أول الفيديو، فك الدرج المؤقت اللي كان مركبه وركب التلابيس على جوانب السلم وركب القوايم والدرج النهائي لحد ما السلم خلص تماما، والسلم في النهاية بقى صلب جدا. دلوقتي قدامهم تحدي انهم يطلعوا الوزر الخشب شكله في الاخر كانه قطعه واحده. حددوا الابعاد بدقه وبداوا في تقطيع الالواح وركبوهم في مكانهم، وفي الزوايا قطعوا اطراف الوزر بزاويه 45 عشان يقفلوا على بعض كويس، وركبوا جوه البيت برور خشب بشكل كلاسيكي زي البيوت القديمه. وبعد شهور من التعب ومجهود متواصل البيت اخيرا بقى جاهز، والمكان اللي كان ارض فاضيه النهارده واقف قدامنا تحفه معماريه حقيقيه. ومن بره البيت هتشوف التصميم الخارجي المبهر والالوان المتناسقه واللمسات النهائيه اللي خلت الشكل من بره يخطف الانظار. ونفتح الباب وندخل جوه هنشوف المساحات المفتوحه وتوزيع الغرف المدروس بعنايه والشبابيك الكبيره اللي بتدخل ضوء طبيعي في كل ركن. والرحله دي مش مجرد بناء، دي حلم بيتحقق خطوه بخطوه، والنتيجه النهائيه مش بس بيت، ده عمل فني متكامل. واللي شفتوه النهارده كان مجرد خطوه من الخطه، واللي جاي اضخم واقوى بكتير. اشترك دلوقتي وخليك مستعد للخطوه الجايه، لان الرحله الحقيقيه لسه ما بدأتش.